اديله عشان يبان. دي نظرية عظيمة جدا او فزورة. هديكوا 5 ثواني تقولوا لي ايه هو الشيء اللي بنديله عشان يبان. هو الانسان. واللي جاوب فيكوا صح يعمل لايك. اي انسان اديله عشان يبان، وما تفهمونيش غلط ومش بتكلم كلام قبيح والله. اي انسان عشان يبان على حقيقته وتطلع الشخصية الحقيقية اللي جواه، اللي مستخبية ورا شكله الجميل او شكلها الحلو او كلامه اللذيذ او لبسه الشيك، اديله بقى. اديله ايه؟ اديله حاجه من اتنين: يا تديله سلطه ونفوذ، يا تديله فلوس. ويا سلام لو اللي اديته الاتنين مع بعض هيبان بسرعه. الانسان اللي انت شايفه كويس وجميل ولذيذ ده حاجه من اتنين: ده يا اما ما خدش لسه فرصته عشان يبان على حقيقته، يا اما فعلا انسان كويس، هو من جواه كويس وجميل. واكيد كل واحد فيكم لما انا قلت اديله عشان يبان دي جه في باله ناس كتير هو قابلهم في حياته. انا شخصيا راجل اهو عجوز وشعر ابيض، قابلت ناس كتير من العينه دي. قابلت ناس كتير من العينه. الجن اللي جواه حضر لما خد حاجه من الاتنين او خد الاتنين: يا اما اديته سلطه ونفوذ واديته اوثوريتي او اديته تايتل يخليه مسؤول عن ناس او ليه القدره في التحكم في ناس، او اديته فلوس. جات له فلوس فجأة، مرتبه زاد فجأة، هبطت عليه ثروة، ورث، كسب، اي حاجة، او خد الاتنين مع بعض. فما تحكمش على حد هو كويس ولا لا، او هو بني ادم فعلا شبعان ولا لا، غير لما تديله عشان يبان. اول لما تدي للانسان الواطي المريض نفسيا اللي عنده عقدة نقص سلطة، او تديله اوثوريتي، زي زمان كده كان المدرس ما يوقف حد على الفصل تلاقي الشخصية دي تحولت، تلاقيه تحولت وعمل فيها نجم. ده في الفصل بس، مجرد وقفته مع الفصل. ما بالك الراجل ده لو بقى مسؤول كبير في شركة. كنت لما عايز تعرف ابنك او بنتك الكبير بيحب اخواته ولا لا، لما يجوا خارجين اديله الفلوس وقول له انت مسؤول عن اخواتك. هتلاقيه بقى ابتدى يجيب لاخواته اللي هم عايزينه، يصرف الفلوس عليهم كلهم، ولا هو يبقى اناني وياخد الفلوس ليه هو ولا لا. جرب مثلا الورث، لما بيجي الميراث يتوزع بتلاقي الشخصيه الحقيقيه بتاعت القرايب بانت. وفي ناس عائلات قطعت بعضها علشان شقه، ولا عشان حله، ولا عشان عماره، ولا عشان. فصدقني الحاجه. واوعى حد يقول لي بقى ايه الفلوس والمنصب غيروا. هو ما غيروش يا حبيبي. هو انت اول لما اديته بان. فاي انسان انت عايز تعرف هو شبعان على طبلية ابوه ولا لا، هو انسان سوي، هو انسان كويس، اديله عشان يبان. يا سلطة يا فلوس يا الاتنين، وبعدها بحكم عليه. واتمنى ان كل اللي اتفرجوا على الفيديو ده او هيتشير له الفيديو ده او هيتمنشن له الفيديو ده يبان انسان جميل وسوي. صباح السعادة.